بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنعمل عيش أو خبز كده يعني حاجة كده للولاد، للعشاء أو للفطار. نستخدمها كده بدل العيش، نحط فيها جبنة رومي، نحط فيها جبنة بيضة، يعني نستخدمها كده كسندوتشات للمدارس. طريقة سهلة كده واقتصادية وجميلة. معايا هنا اهوت كوباية ونص من المية الدافية، وحطيت معلقة من الخميرة ومعلقة من السكر، اقلبهم في بعض كويس جدا لغاية ما يتجانسوا كده مع بعض. المقادير سهلة قوي وبسيطة. هكون معايا بيضتين، هفصل البياض عن الصفار وهستخدم بس البياض دلوقتي. احطه هنا اهوت بعد ما اقلب الخميره كويس مع السكر والميه، اديهم تقليبه كده كويسه قوي قوي كده. بعد كده هزود عليهم اللي هو بياض البيضتين اهوت، اديهم بقى تقليبه برضو حلوه قوي كده بالمضرب كده اهوت. بياض البياض بس. الصفار طبعا انا ركناه، طبعا هستخدمه في اخر الوصفة، هقول لكم هنعمل بيه ايه. خليكم معايا لاخر الفيديو كده، الوصفة هتعجبكم قوي، والشكل الخبز هيعجبكم جدا جدا جدا، ولو عملتوه مش هتبطلوا تعملوه، لان هيعجب الولاد وهيعجبكم قوي. حاجة جميلة جدا وموفرة، بدل ما نشتريها من الفرن هتوفر معانا كتير قوي قوي قوي، مش هتكلفنا كتير. المقادير بسيطة جدا وموجودة عندنا في كل بيت. كده احنا كده ضربنا بياض البيض مع الخميرة ومعلقة السكر والمية، قلبتهم كويس جدا جدا جدا. معايا نص كيلو من الدقيق، نص كيلو من الدقيق طبعا منخول، وحطيته على المقادير اللي انا عملتها، ضربتها مع بعض كويس قوي. هبتدي بقى ايه، وحطيت ذرة ملح، يعني حاجة بسيطة جدا من الملح اهي. هبتدي بقى ايه اعجن كده ايه بالراحة كده ايه، عشان يعني العجين يتجانس مع الخميرة مع المية كده. مهم. احط يعني حوالي 3 معالق زيت على العجينة اهي، ده زيت 3 معالق كده. وابتدي بقى اعجن العجينة ايه بالراحة كده اهوت ايه، يتجانسوا مع بعض كويس كده لغاية ما ايه تلم معايا اهي. وانا مش يعني مش بتعجني انت، بس ايه بتدخلي كل المحتويات او كل المقادير في بعضيها كده لغايه ما العجينه تلم معاكي بالراحه كده اهوت. مش هي مش محتاجه يعني ايه، مش هنعجنها اهي، بالراحه كده اهوت، بايديكي او بالمعلقه او يعني ايه لغايه ما تلم معانا كده، والطبق يبقى معايا نضيف خالص كده اهوت. وهنشوف مع بعض كده واحده واحده اهو. لمت معايا العجينه، بحط بقى معلقه زيت برضو في الطبق هنا اهوت كده اهوت، عشان هركنها بقى شويه تخمر. قعدت الم فيها لغايه ما ايه، هي ايه تديني بس التلزيقه البسيطه دي كده. لكن لمت معايا خالص اهي زي ما احنا شايفين كده اهوت. واسيبها بقى ترتاح حوالي ساعه كده اهوت، واغطيها
لغايه ما نيجي بقى ايه نبتدي ايه نشتغل فيها ونقسمها. بس كده انا غطيتها اهوت. هسيبها بقى زي ما قلنا كده ايه ترتاح ساعة، وهنرجع مع بعض ايه نكمل بقية الوصفة. اهي كده بعد ساعة شايفين العجينة بسم الله ما شاء الله. بص اهي خمرت معايا اهي ارتفعت خالص اهيت. هبتدي بقى ايه اقسمها كده الكور اهيت، عشان ايه نبتدي ايه نقطع العيش مع بعض اللي احنا هنعمله. شايفين بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. شايفين العجينه عامله ازاي؟ هاخد بقى منها كده ايه يعني ايه اهي انا بلمها كده اهو زي ما احنا شايفين. شايفين بتتلم معايا ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. طبق نضيف وزي الفل ما فيهوش اي حاجه. العجينه لما معايا اهي حاجه يعني حاجه ملبن كده. فين العجينه عامله ازاي؟ اهي بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا حبايب قلبي يعني اللي هتعجبه الوصفة واللي أول مرة يشوف قناتي يا ريت بقى ما ينسوناش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناة. لو أول مرة تزوروا قناتي يا ريت تشتركوا في القناة وتنوروني. ويعني عايزين كده نكبر كده القناة، والقناة طبعا مش هتكبر الا بيكو. هنا انا كده قسمت العجينة اهيت، قسمتها لكور متساوية، وهسيبها برضو تخمر حوالي نص ساعة اهيت. شايفين اهي كده خمرت معايا اهيت وارتفعت برضو. سبتها نص ساعة تاني ترتاح اهيت. بس هبتدي بقى افرد بقى ايه كورة كورة كده اهوت. ابتدي افردها خالص خالص زي ما احنا شايفين كده. هكون مجهزة طبعا ايه السمنة او زبدة زي ما انتوا عايزين. وابتدي ايه اهي ابتدي بقى ايه يعني احطها كده اهوت على العجينة كده اهي. غطيتها بالزبدة او سمنة المتاح عندك اهي. بعد ما فردتها كده اهوت تفردي العجينة خالص خالص كده اهوت، اكنك بتعملي فطير بتفرجيها وتروحي ايه عاملاها بالزبدة او بالسمنة. زي ما احنا شايفين كده الطريقة بنطويها كده اهوت اهي. بيكون عندي بقى جبنة زي ما انت عايزة الحشوة، تحطي جبنة تحطي يعني اي حاجة عايزة تحطيها من جوه. دي الحشوة اهي، حطيت جبنة، عندي جبنة فيتا اهي. وابتدي بقى اطبقها تاني كده اهوت عشان اقفلها. حاجة والله يعني جربوها جميلة جدا جدا جدا، وهتعجب الولاد جدا جدا، وياخدوها معاهم في المدرسة، ياخدوهم وهم على الفطار على عشاء يعني. جميلة قوي قوي قوي. شايفين انا قفلتها كده اهوت اهي. ببتدي اقفل العجينة كده اهوت خالص من تحت اهي. بكون مجهزة بقى صاج عليه برضو تكون مسحاب السمنة او بزبدة اهوت. شايفين المنظر، شايفين الشكل اهي. هعمل لكم واحدة تاني برضو اهيت. ابتدي برضو افردها برضو
لو عندك نشابه بقى بتفرجي بيها بتسهل لك اكتر، بالنشابه على طول كده اهوت وهتفرجي العجينه معاكي. فردتها زي ما احنا شايفين. جبت برضو هنا اهوت الزبده، تيجي ايه احطها ايه على العجينه كلها كده اهوت. فردت بيها العجينه خالص اهي. وهوريكم برضو هنتنيها تاني ازاي. اجيب الجبنه برضو احطها. اقفل برضو كده من الجناب كده، اقفلها خالص. شايفين بتتقفل ازاي؟ بلم العجينه خالص واروح اقفل الايه الاطراف كده اهوت، تبقى مقفوله معايا. هنا بقى ايه زي ما قلت لك انا خلصت هنا اهوت اهيت. بعد ما لميتها كلها وخلصت، بكون طبعا هنا معايا الصفار البيض اللي قلت لكم عليه في اول الفيديو، بحط عليه معلقتين لبن، وابتدي هنا اهوت ارشه بقى على وش على وش كل واحده كده اهوت قبل ما ادخلها الفرن اهيت. ده كده بيض مع معلقتين لبن اللي هو صفار البيضتين. بتكوني بقى مجهزه الفرن على 180 درجه، الفرن بيكون سخن قبل ما بتدخلي الصاج وتحطيه على الشبكه. كده احنا طلعناه اهوت. ما خدش 10 دقايق في الفرن. بعد كده اول ما بتلاقيه احمر من تحت بتشغلي الشوايه من فوق، بيديك المنظر الجميل دوت اهوت. شايفينه عامل ازاي؟ بتستني عليه لما يبرد. تحفه تحفه تحفه، جميل جميل جميل. وهنشوفه بقى لما بنفتحه. بتكوني بقى بتستخدميه احشيه بقى اي حاجه، جبنه رومي، جبنه بيضه، لحمه مفرومه، اللي انت عايزاه. اهو شايفين الشكل، شايفين الجمال؟ جميل 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 جميل. تستني عليه لما يبرد هيبقى طري وجميل جدا 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 اهوت. هنفتحه مع بعض ونشوفه. بسم الله ما شاء الله على الجمال وعلى الطعم. الطعم جميل 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 اهي. شايفين من جوه عامل ازاي؟ شايفينه مفتوح ازاي ومورق من جوه وجميل وتحفه اهي اهي. احشيه بقى اي حاجه عندك بقى ايه وتعشي بيه او افطري بيه او حتى يتاكل كده من غير اي حاجه. طعم جميل جميل، هيعجبكم جدا جدا وهيعجب الاطفال ويعجب الكبار. للغدا للعشاء يعني بصراحه اللي هتعمله مش هتبطل تعمله يعني. اهو دي واحده تانية هنفتحها مع بعض اهوت. شايفين طاري ازاي وجميل ازاي؟ واجي من جوه برضو اهو. شايفينه عامل ازاي؟ جميل جميل جميل. حاجة معمولة في البيت، جميلة ونظيفة وحاجة اقتصادية وما كلفتناش كتير ولا خدت مننا وقت ولا مجهود. يا ريت يا ريت بقى اللي عجبته الوصفة وعجبه الفيديو اهيت ما ينساناش في اللايك الجميل والكومنت الحلو والاشتراك بقى في القناة. يا ريت تشتركوا في القناة كده وتفعيل زر الجرس. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة.